لما شفت حلقة ياسر الحزيمي تعلمت منها كثير شغلات، وركزت على نقاط شدت انتباهي كثير، وقررت أتعمق أكثر وأكشف لكم الكثير من النقاط المهمة. بعد هذا الفيديو راح تشوف علاقاتك بشكل مختلف، الحقيقة اللي ما حدا تجرأ يقولها عن العلاقات. إذا فهمت هذا الشيء حياتك قبل وبعد مو نفسها. سلام عليكم، حسن من قناة أدلر، رجعت لكم بفيديو جديد. اسمعني وركز معي كثير منيح، لأنه الكلام اللي راح تسمعه بهذا الفيديو بيبيعه غيري بآلاف الدولارات تحت مسمى التنمية البشرية وكلام فاضي. أنا هون عم أعطيك الخلاصة. شوف يا شريك، إذا مفكر حالك داخل تتسلى سكر الفيديو وروح تفرج على طبخ أو رقص أحسن لك. بس إذا حاسس إنك عم تركض وتلهث بالحياة والكل عم يسبقك، حق الذي رفع السماء حياتك قبل هالفيديو كوم وبعد هذا الفيديو كوم. راح فكك لك شفرة الناس اللي معذبينك، وراح علمك كيف تصير الرقم الصعب بمعادلاتهم. غير نظرتك للحياة وفهمك للناس ونظرتك لكل شخص بتعرفه. قبل هالفيديو راح تكون كوم وبعده راح تكون كوم ثاني. أعطيك الخلاصة اللي راح توقفك على رجليك وتخليك تبطل تاكل كفوف من اللي رايح ومن اللي جاي. جاهز تنصدم؟ خلينا نبلش. يا عزيزي المتابع والمتابع، بلا مثاليات وبلا كذب على حالنا. علاقات البشر مصلحة ونقطة انتهى. حتى علاقتك انت مع ربك قائمة انك محتاج له. لا تزعل لما تلاقي رفيقك اختفى بس خلصت مصلحته. الغلط مو فيه، الغلط فيك انت، لانك سمحت لحالك تكون مجرد وسيلة. تعلم تكون الغاية، تعلم تكون الزلمة اللي ناس بتسعى لرضاها، مو اللي بيلهث وراء الناس. اول فكرة بدها تهزك شوي. كل العلاقات قائمة على احتياج. اي نعم، كلها. لا تستفزك الجملة بسرعة. مو القصد استغلال، القصد انه الانسان بطبيعته مو مكتفي لحاله. انت بحاجة لحدا يسمعك، بحاجة لحدا يفهمك، بحاجة للأمان، بحاجة للدعم، بحاجة للاحتواء، وبحاجة أحيانا لكلمة وحدة تردك من حافة الانهيار. يعني حتى أقوى شخص بتشوفه عنده احتياج، حتى أكثر شخص عامل حاله ما بيهمه حدا، من جواته هو محتاج. وهون النقطة المهمة، الاحتياج مو عيب، العيب انك تنكره، تحطه بايد الشخص الغلط، او تخلي احتياجك يتحول لتعلق وذل وانكسار. حتى علاقتك مع الله اساسها حاجتك إله، بس الفرق كبير جدا. الله سبحانه وتعالى غني عنك وانت الفقير إله بكل شيء. ومن هون افهم هالقاعدة، كل ما كنت قادر تلبي للناس احتياج نافع ومحترم، بعلم وبحكمة، بحضور وبأمان، بصدق وبمروة، كل ما صارت قيمتك أعلى بعلاقاتك. الناس مو دائما تتعلق بالأجمل، كثير مرات تتعلق بالأمان، مو بالأكثر كلام، بالأكثر صدق يا صديقي. قبل ما تصلح علاقتك بالناس شوف علاقتك مع الله وبنفسك. خليني أقول لك الشغلة اللي كثير ناس ما بدها تسمعها. مشكلتك مع الناس أحيانا مو مع الناس أصلا. أحيانا أصلا المشكلة هي علاقتك بالله وعلاقتك بنفسك. أولا علاقتك مع الله، الشخص اللي حاسس إنه في رب شايفه، مو كل مرة بينفجر وبيعصب، مو بكل إساءة يردها بإساءة أكبر، مو كل خلاف بيحوله الحرب، مو كل زعل بيعتبره نهاية العالم. ليش؟ لأنه عنده ميزان أعلى من مزاجه، عنده معنى للصبر، عنده معنى للعفو، عنده معنى للعدل، وعارف إنه الدنيا مو كل شيء. أما لما يضعف هالشي بتصير العلاقات كلها ردات فعل، أنا زعلت، أنا انقهرت، أنا بكسر، أنا بنتقم، وبتصير العلاقة ساحة شد وجذب، مو مساحة سكون وطمأنينة. علاقتك مع نفسك، وهون الكارثة عند ناس كثيرة. في ناس بتفكر حالها واثقة من نفسها وهي بالحقيقة مغرورة، وفي ناس عندها قدرات وقيمة بس عايشة باحتقار ذات. خليني أبسطها لك، الثقة بالنفس تعرف مين أنت وشو تعرف وشو ما بتعرف. الغرور تتخيل عندك شيء
ومو موجود هو أصلا. احتقار الذات يكون فيك خير وقدرة وانت مو شايفه. والشخص اللي ما بيعرف قيمته غالبا بيعمل وحدة من الشغلتين: يا بيتنازل زيادة عن اللزوم، يا بيتكبر زيادة عن اللزوم، وفي الحالتين علاقاته بتخرب. ثالثا، علاقتك مع الناس. هاي لحالها نتيجة. إذا أنت من جوا مهزوز راح تدخل أي علاقة وأنت مو جاي تشارك، جاي تتعالج، جاي تعبي نقص، جاي تدور على قيمة، جاي تشحذ طمأنينة، وساعتها بتتعلق بسرعة، بتغار بسرعة، بتفسر بسرعة، وبتنهار بسرعة. خلينا نجي للسؤال الكبير: ليش بهالزمن بالذات العلاقات صارت مستنزفة؟ الجواب ببساطة: مو بس الناس تغيرت، أفكارنا عن العلاقات نفسها تغيرت. وفي 4 سموم داخلين بقوة على حياتنا. أولا، الفردانية. اليوم صار الشعار: أنا حر، أنا أولا، مالي دخل بحدا، كل واحد يهتم بحاله. ظاهريا هذا الشيء بيبين قوة، بس بالحقيقة كثير مرات هو وصفة وحدة ثقيلة. صرنا نعرف كيف ننسحب وما عدنا نعرف كيف نبقى. صرنا نعرف نحط حدود بس نسينا كيف نعطي دفع. صرنا نرفع شعار الاستقلالية وبالليل ننام ونحن مكسورين من الفراغ. زمان كان في عيلة ممتدة، جار قريب، سند، ناس حوالين بعض. اليوم ممكن يكون عندك آلاف المتابعين وبوقت الشدة ما تلاقي حدا يوقف معك بصدق. الفردانية أعطتنا حرية بس سحبت منا الأمان. 2 يا صديقي، وركز لي فيها: التعاقدية. وفي اسم ثاني أكثر مما تتخيل. صرنا نحب الحساب: أنا أعطيك، أنت لازم تعطيني. أنا سألت عنك، أنت لازم تسأل عني. أنا وقفت معك، أنت لازم توقف معي. طبعا العدل مهم والحقوق مهمة، بس العلاقات إذا صارت دفتر حسابات خلاص راحت روحها. العلاقات الطبيعية في شيء اسمه تغافل، تسامح، مروة، تقدير الظروف، عذر، كرم نفسي. أما إذا كل شيء صار إلي وعليك فأنت مو بعلاقة، أنت بعقد. والإنسان ما بيندفن بالعقود، الإنسان بيندفن بالمروة. 3، نزع الإنسانية. اليوم كل شيء صار بارد وسريع. نطلب الأكل من التطبيق، نركب التاكسي من التطبيق، ونقيم الناس بالنجوم، نعمل بلوك وإزالة متابعين وإلغاء متابعة بثانيتين. المشكلة مو بالتكنولوجيا نفسها، المشكلة إنه هالبرود تسرب لجواتنا. صرنا نتعامل مع البشر كأنهم وظائف. هذا يفيدنا، هذا يزعجنا، وهذا أريح، وهذا أستغني عنه. ونسينا أنه كل إنسان قدامك حامل قصة: تعب، خوف، عقد، أحلام مكسورة، وظروف أنت ما بتعرف عنها شيء. لما تنزع الإنسانية من التعامل العلاقات بتصير قاسية حتى لو كانت مهذبة. 4 يا صديقي، يا صديقتي، ثقافة الاستبدال. وهون المصيبة الكبيرة: زمان كسر شيء نصلحه، اليوم نرميه ونجيب غيره. وهاي العقلية فاتت على علاقاتنا. زعلت من صاحب، بدلته. تعبت من العلاقة، غيرته. صار سوء تفاهم، انسحبت. ما عاد في صبر، ما عاد في ترميم، ما عاد في إصلاح، وكأنه صار كل شيء استخدام سريع. بس الحقيقة مو كل علاقة تعبت معناها لازم ترمي. كثير علاقات بدها نضج وحوار واعتذار ووقت وحدود واضحة وليس هروب. وزيد عليهم كمان السوشيال ميديا، رفعت سقف التوقعات لدرجة مرعبة. كل واحد عم يقارن كواليس حياته بأجمل مشهد عند غيره، فيتوقع علاقات كاملة، اهتمام كامل، فهم كامل، انسجام كامل. وبأول خيبة بيقول هاي العلاقات غلط. لا يا صديقي، ممكن مو العلاقة هي الغلط، ممكن أنت داخلها بأوهام. 4، أنواع العلاقات. مو كل علاقة اسمها حب. من أهم الأشياء
اللي لازم الواحد يفهمها، مو كل علاقة واحدة، في أنواع، وإذا ما عرفت النوع راح تغلط بالعلاج. العلاقة الحية هي العلاقة الصحية، فيها دفء، فيها احترام، فيها أخذ وعطاء، فيها زعل طبيعي بس ما فيها إهانة، فيها تقصير أحيانا بس فيها نية إصلاح، بس حالك فيها مرتاح ومو متوتر طول الوقت، مو مستخدم. اثنين، العلاقة المريضة هاي بتستمر مو لأنه فيها حب، بل لأنه فيها خوف من اللوم، خوف من الوحدة، خوف من الكلام الناس، خوف من المواجهة. فبتلاقي الواحد عم يعطي بس مو من قلبه، عم يعطي لأنه محشور. العلاقة تتحول لاستنزاف يومي. ثلاثة، العلاقة الميتة ما في مشاكل كبيرة بس ما في حياة، برود، روتين، صمت طويل، وجود شكلي، أجساد موجودة وقلوب غايبة. وهذا النوع أحيانا أصعب من الخناق، لأن الموت الهادي ما بيلفت الانتباه بسرعة. أربعة، التعلق، وهون لازم نوقف شوي. كثير الناس بتفكر التعلق حب، وهاي من أكبر المصائب. الحب الصحي فيه اتزان، أما التعلق فيه اختناق نفسي. الحب بيهديك، التعلق بيكسرك. الحب فيه مساحة، التعلق فيه سيطرة. الحب فيه طمأنينة، التعلق فيه خوف دائم. ومن علاماته إذا غاب الشخص بتضيع، وإذا حضر تتوتر، وإذا تأخر بالرد بتنهار، وإذا اهتم بغيرك لك تشتعل نار. هذا مو حب كبير، في كثير حالات هذا فراغ كبير وخوف كبير ونقص عم يصرخ من جواتك. والمشكلة إنه التعلق غالبا ما بينتهي بنهاية حلوة، بينتهي بغيرة وقهر واحتراق وأذى للنفس. 5 يا صديقي المتابع والمتابعة، طيب شو الحل؟ كيف نبني العلاقات الصحية؟ بعد كل هالحكي السؤال الطبيعي شو نعمل؟ كيف نعيش بين الناس بدون ما نخسر حالنا؟ 1، اصلح علاقتك مع الله. ها مو جملة ونصيحة والسلام، هاي أصل التوازن. لما يكون قلبك معلق بالله ما عاد كل بشر بيهزك. بتحب بس ما بتعبد، طيب بس ما بتذوب، بتصبر بس ما بتنذل. لا تحط قيمتك بإيد الناس، إذا مدحوك طرت وإذا تجاهلوك انهرت، فأنت سلمت مفتاحك لإلهم. لا تعمل هيك، الناس متقلبة وأحيانا عادلة وأحيانا ظالمة، وأحيانا بتحبك وأحيانا مشغولة عنك، وأحيانا أصلا مو فاهمينك. قيمتك لازم تكون أعمق من الإعجاب وأهدى من المديح وأقوى من الرفض. تعلم حسن التفسير، هاي لحالها بتنقذ نص علاقاتك. بين الشيء اللي صار وبين ردة فعلك في شيء اسمه تفسير. واحد تأخر فسرته تجاهل، واحد سكت فسرته تبدل عليه، صديق ما اتصل فسرته خيانة. طب يمكن الشخص مشغول، يمكن تعبان، يمكن ضايع، يمكن مو منتبه. مو كل شي ضدك، والنضج انك ما تروح فورا لأسوأ احتمال. رتب علاقاتك، رتب علاقاتك. مو كل الناس نفس المرتبة، ومو كل مين دخل حياتك بياخد نفس المساحة. في أهل، في شريك، وفي صديق، وفي زميل، في معرفة عابرة. المشكلة إنه ناس كثير بتعطي الغرباء صلاحية المقربين وبعدين تستغرب من الخذلان. حط كل شخص بمحله ترتاح، صدقني. لا تكثر العلاقات، الكثرة مو دليل صحة، بالعكس أحيانا هي دليل سطحية. شو بدك بعشرات العلاقات الباردة؟ 1 أو 2 صادقين أحسن من 100 علاقة كلها مجاملات وهوى وكلام فاضي. العلاقات القليلة الدافئة أشرف من الزحمة الفاضية. شخص العلاقات قبل ما تقرر. إذا تعبت من علاقة لا تتهور، اسأل هل هذا خلاف طبيعي، ولا علاقة مريضة، ولا تعلق، ولا فعلا انتهت؟ لأنه الحل مو واحد. في علاقات بدها حوار، وفي علاقات بدها حدود، وفي علاقات بدها مسافة، وفي علاقات مع الأسف بدها نهاية. الخلاصة يا صديقي، العلاقات اليوم عم تنهار بس لأن الناس سيئة. كثير مرات عم تنهار لأنه أفكارنا عن العلاقات نفسها انكسرت. الفردانية خلت كل واحد عايش لنفسه، التعاقدية خلتنا نحب الحساب، التكنولوجيا
بردت الإحساس، والثقافة الاستبدال خلتنا نهرب قبل ما نصلح. بس رغم كل هذا لسه في أمل. تقدر تبني علاقة صحية إذا بدأت من الأساس الصح. علاقة صادقة مع الله، علاقة متوازنة مع نفسك، ووعي محترم وناضج بالناس. وتذكر هالجملة مني: مو كل مين قرب منك إلك، ومو كل مين ابتعد عنك ضدك. إذا فهمتهم صدقني نص معاركك بهالعلاقات بتنتهي قبل ما تبدأ. وإذا وصلت لهنا فأنت غالبا بلشت تشوف حياتك بعين أوضح، وها هي الخطوة الحقيقية. أتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. كثير 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 تعبت على هذا الفيديو يا شباب ويا بنات. أتمنى تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة وفعل جرس الإشعارات حتى يصلكم كل شيء جديد. ولا تنسوا تابعوني على جميع حساباتي في التواصل الاجتماعي. حلقة بكرة كثير نار، وانتم كنتوا عم تنتظروها وكثير طالبتوها مني، فانتظروها بكرة إن شاء الله. شوفوا حلقة قادمة، والسلام للآذر اليوم.